We gotta be as smart as Chris. Wanna find out what happened? Just stick around. Subscribe. السلام عليكم شباب، انا احمد يونس، اهلا بك في قناه English for more fun. القناه اللي بناخد فيها مشاهد كامله من الافلام والمسلسلات وبنتعلم منها الانجليزي المستخدم كل يوم. النهارده هنكمل مشهد الانترفيو اللي اخدناه في الحلقه اللي فاتت من فيلم The Pursuit of Happiness. لو ما شفتش الحلقه دي يا ريت تشوفها الاول من العلامه اللي هتظهر لك فوق. اما لو شفتها فكبر الشاشه، صلى على النبي، and let's get the show on the road. Jay. Yes, sir. How many times have you seen Chris? No, I don't know. One too many, apparently. One too many. One too many ده تعبير بيستخدم على بعضه كده زي ما بنقول زيادة عن اللزوم، أكتر من اللازم. تعال نستخدمه وبعدين نشوف أمثلة من الأفلام عشان نتأكد من الكلام ده. ممكن نقول مثلا I've heard that joke one too many times. joke يعني نكتة، أنا سمعت النكتة دي مرات زيادة عن اللزوم. أنا سمعت النكتة دي أكتر من اللازم. يعني one too many ليها معنى سلبي شوية. سمعت النكتة زيادة عن اللزوم يعني سمعتها كتير لحد ما اتخنقت منها. حتى شوف وش الست عامل ازاي في الصورة. I've heard that joke one too many times. طيب تعالى بقى نشوف الكلام ده صح ولا لا. الراجل اللي هنشوفه ده هيقول I've won too many wives. I've won too many wives. wives مفردها a wife يعني زوجة. بيقول هنا I have won too many wives يعني أنا عندي زوجات زيادة عن اللزوم. أنا عندي زوجات كتير، المفروض ما يكونش عندي زوجات كتير كده. حاول تلقط اللي هيقوله كده. I have won too many wives. 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 طيب apparently يعني على ما يبدو. فالمدير هنا قال Jay، فجاي قال له yes sir، نعم يا سيدي. فقال له how many times have you seen Chris? How many times have you seen Chris? كم عدد المرات اللي شفت فيها Chris؟ How many times have you seen Chris؟ فرده قال له I don't know, one too many apparently، زيادة عن اللزوم على ما يبدو. المعنى السلبي هنا هو انه شافه زيادة عن اللزوم ومش عاوز يشوفه تاني عشان حضر الانترفيو باللبس ده واحرجه قدام زمايله ومديره. ما هو جاي هو اللي رشحه يشتغل في الشركة دي. Jay. Yes, sir. How many times have you seen Chris? No, I don't know. One too many, apparently. طيب تعال نكمل. Has he ever dressed like this? No. No. Jacket and tie. كلمة جاكيت طبعا بتشير لأي جاكيت بيتلبس، عادة بيكون لحد الخصر أو الوسط، غير كوت. كوت اللي هو بيوصل طوله تقريبا لحد الركبة اللي هو اسمه معطف. طيب ساعات في المحادثات بقى لما بيتكلموا مع بعض بيحبوا يحددوا نوع معين من الجواكت. يعني مثلا ده اسمه a leather jacket. a leather jacket يعني جاكيت جلد. طيب يا ترى ده اسمه ايه؟ حد عارف؟ a denim jacket. a denim jacket يعني جاكيت جينز. طيب المنفوخ ده اسمه ايه؟ اسمه a down jacket. a down jacket. امال بتاع البدلة ده اسمه ايه؟ اسمه a suit jacket. a suit jacket. تعال نشوف كده مستخدمين في الافلام ولا احنا بنقول اي كلام وخلاص. تعال نتأكد. Expect you to be wearing a leather jacket. 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 She was last seen wearing a lavender dress and a denim jacket. She was last seen wearing a lavender dress and a denim jacket. She was last seen wearing a lavender dress and a denim jacket. She was last seen wearing a lavender dress and a denim jacket. I was wearing a down 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 jacket. You were wearing a suit jacket earlier. 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 طيب تاي اللي هي دي ربطة العنق أو كرافتة زي ما بنقولها في مصر. يبقى لما يقول لك jacket and tie قصده شكل اللي حضرتك شايفه ده، لبس رسمي يعني. فالمدير بيقول Was he ever dressed like this? Was he ever dressed like this? هل كان مرتدي مثل هذا من قبل؟ Was he ever dressed like this? فقال له no jacket and tie. لا جاكيت وكرافتة، كان لابس رسمي يعني. Has he ever dressed like this? Has he ever dressed like this? Has he ever dressed like this? No. No. Jacket and tie. المدير هيكمل ويقول له First in your class, in school, high school? Yes, sir. class يعني صف أو دفعة. بيقول له first in your class in school، الأول على دفعتك في المدرسة، الأول على الصف بتاعك في المدرسة يعني. وحدد وقال له high school المدرسة الثانوية، أنت الأول على دفعتك في المدرسة الثانوي؟ قال له yes sir.
نعم يا سيدي. بما انه ذكر الهاي سكول خلينا نعرف بس مراحل التعليم في امريكا عشان بس تبقى فاهم التعليم ماشي ازاي هناك او مراحل التعليم ماشيه ازاي هناك. الطفل هناك اول ما بيوصل حوالي 3 سنين بيدخلوه حاجه اسمها preschool مرحلة ما قبل المدرسة، ودي المرحلة اللي بيبدأ فيها يتعلم حاجات بسيطة زي الحروف والألوان ويعلموه أنشطة معينة وألعاب. بعدين بيدخل مرحلة التعليم الرسمي وهو عنده حوالي 5 سنين، بيدخل حاجة اسمها kindergarten، ودي الهدف منها انه يتعلم الاساسيات، يقرأ كلمات بسيطة، يعد ويجمع ويكتب اسمه وهكذا. كمان بتساعده يتعود على الجلوس في الفصل، اتباع التعليمات، والالتزام بروتين يومي قبل ما يدخل المرحلة الابتدائية اللي اسمها elementary school، ودي بتبدأ من وهو عنده حوالي 6 سنين. first grade سنة أولى، second grade سنة تانية، third grade سنة تالتة، fourth grade سنة رابعة، 5th grade سنة 5. بعد الابتدائي ندخل على المرحلة اللي بعد كده وهي middle school، ودي بتبدأ من 6th grade 7th grade 8th grade. وبعد كده بندخل على مرحلة أعلى وهي high school الثانوية بقى، ودي بتبدأ من 9th grade 10th grade 11th grade 12th grade. وبعدها الطالب بيدخل على الكوليدج الكلية، وغالبا بتكون مدتها 4 سنين. حلو كده، عرفنا الطفل بيتعلم ازاي في أمريكا وأسامي الأماكن أو المراحل التعليمية اللي بيدخلها. تعال نسمع الحتة اللي فاتت دي. First in your class in school, high school. Yes, sir. طيب هيكمل ويقول له How many in the class? 12. It was a small town. بيسأله هنا وبيقول له how many in the class يعني كم العدد في الصف. how many in the class كم عدد الطلاب في الصف يعني. فقال له 12. It was a small town إنها كانت بلدة صغيرة. في ناس بترجم كلمة town بمعنى مدينة، ودي مش ترجمة دقيقة لأنها هتعمل عندك تساؤل بينها وبين كلمة city مدينة. يعني ممكن نحط ال3 كلمات دول جنب بعض كده وأفرق لك بينهم وأقول لك إن city مدينة دي بتكون أكبر واحدة فيهم بالنسبة للحجم، فيها عدد كبير من السكان ومباني وخدمات كتيرة زي المستشفيات والجامعات والشركات الكبيرة وهكذا. تاون بلدة أو مدينة صغيرة عدد السكان فيها أقل وغالبا بتكون هادية أكتر من السيتي المدينة. village يعني قرية وهي أصغر من التاون، وعادة بيكون مكان ريفي فيه مزارع وبيوت قليلة. أتمنى الصور تكون وصلت الفكرة أكتر. How many in the class? 12. It was a small town. طيب تعال نكمل. I'll say. But I was also first in my radar class in the Navy, and that was a class of 20. I'll say ده مصطلح idiom بستخدمه عشان أوافق على حاجة لسه حد قايلها بمعنى فعلا أو أيوة فعلا. تعال أقولك مثال وبعدين نتأكد من الأفلام كمان. ممكن حد يقول مثلا It's a nice restaurant يعني إنه مطعم جميل، فأنا عاوز أرد عليه بقى أوافقه أو أقول له أيوة فعلا، فهقول I'll say أيوة فعلا. طيب I'll say دي كانت في الأصل إيه عشان بس نبقى فاهمين أكتر؟ كانت زمان أيام جدي وجدك يقولك I'll say it is المطعم ده فعلا يكون جميل. الحلو بقى ان مفيش حد تقريبا بيقولها كده دلوقتي الا لو بيهزر او بيقلد الاسلوب القديم. دلوقتي بيقولوا I'll say وخلاص بمعنى ايوه فعلا او فعلا. يعني حتى عشان اخليك تتأكد ان الكلام ده صح جبت لك مشهد من فيلم كارز. ماكوين او برق بنزين غير شكله وعمل ستايل جديد في المدينة اللي هو عاش فيها فترة واسمها Radiator Springs. فهيقول Radiator Springs looks pretty good on me. يعني Radiator Springs تليق بي جدا، شكل حلو يعني وانا في مدينة Radiator Springs. فالبنت هتضحك وتقول له I'll say يعني فعلا او ايوه فعلا. اسمعوا كده. Radiator Springs looks pretty good on me. I'll say. Radiator Springs looks pretty good on me. I'll say. Radiator Springs looks pretty good on me. I'll say. Radiator Springs looks pretty good on me. I'll say. هتأكد؟ طيب radar يعني رادار اللي هو ده. radar class صف الرادار in the navy في البحرية. the navy هي البحرية، قسم من أقسام الجيش اللي بيقاتل في البحر. أمال الجنود اللي بتقاتل في الجو، القوات الجوية يعني اسمها ايه؟ اسمها the air force.
the Air Force. طيب الجيش اللي بيقاتل على البر بأسلحة عادية أو دبابات أو مدافع اسمه إيه؟ اسمه the Army. يعني لو قلت لك مثلا my brother serves in the army أو my brother's in the army، هنا قصدي أقول لك إن أخي بيخدم في الجيش أو أخي في الجيش. لو حابب أقول لك أخي يخدم في القوات المسلحة، محددتش أي قسم في القوات المسلحة بالظبط، هقول لك my brother serves in the military أو my brother is in the military. أخي بيخدم في القوات المسلحة أو أخي في القوات المسلحة. تعال نشوف كده. My dad was in the Navy, remember? 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 He's in the Air Force. 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 I spent most of my life in the Army. I spent most of my life in the Army. I spent most of my life in the Army. I spent most of my life in the Army. He's too young to serve in the military. 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 يبقى لما المدير قال لي كريس how many in a class، كم العدد في الصف، كريس رد وقال له 12 it was a small town، 12 إنها كانت بلدة صغيرة. فالمدير وافق على الكلام ده وقال I'll say. فعلا البلدة كانت صغيرة فعلا، 12 بس، انت الأول على 12 بس، ده مش إنجاز كبير. فكريس حاول يقوي موقفه فقال له But I was also first in my radar class in the Navy. But I was also first in my radar class in the Navy. ولكن أنا كنت الأول برضه في صف الرادار في البحرية. يعني مش في صفي بس في الثانوية، لا ده أنا كنت كمان الأول في الصف بتاع البحرية، صف الرادار. And that was a class of 20. And that was a class of 20. وده كان صف من 20. الصف ده كان فيه 20 طالب يعني. I'll say. But I was also first in my radar class in the Navy, and that was a class of 20. I'll say. But I was also first in my radar class in the Navy, and that was a class of 20. طبعا لقاهم مش حاسين انه عامل انجاز برضه، فهيقوي موقفه اكتر ويقول Can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. The type of person ده تعبير شائع جدا بيستخدم بمعنى من النوع. زي ما بقولك كده مثلا أنا من النوع اللي ما بيحبش كذا، هي من النوع اللي مثلا لا تثق في الغرباء. The type of person. The type of person. The type of person يعني من النوع. وهنلاحظ لما بينطوها بيقولوها the type of person. وعلى فكرة ممكن أشيل كلمة type وأقول kind. The kind of person. The kind of person. The kind of person. الفكرة إن type رسمية أكتر من kind، ولكن الاتنين نفس المعنى، من النوع. يعني ممكن نقول مثلا I'm not the kind of person who gives up easily. Easily يعني بسهولة. I'm not the kind of person. أنا مش من النوع who gives up easily، اللي بيستسلم بسهولة. I'm not the kind of person who gives up easily. I'm not the kind of person who gives up easily. أقدر أشيل kind وأحط type والجملة هتكون أكثر رسمية. I'm not the type of person who gives up easily. I'm not the type of person who gives up easily. تعال نتأكد من الأفلام. You're not the type of person who... Who what? You're not the type of person who... Who what? You're not the type of person who... Who what? I'm not the kind of person who likes telling people what to do, but I'm not the kind of person who likes telling people what to do, but I'm not the kind of person who likes telling people what to do, but I'm not the kind of person who likes telling people what to do, but فكريس هنا بيقول Can I say something? Can I say something? ممكن أقول حاجة؟ I'm the type of person. أنا من النوع. If you ask me a question، لو تسألني سؤال and I don't know the answer وأنا لا أعرف الجواب، I'm gonna tell you that I don't know. I'm gonna tell you that I don't know. أنا سوف أقول لك إني لا أعرف. هقول لك إن أنا ما أعرفش. Can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. وهيكمل ويقول له But I bet you what, I know how to find the answer and I will find the answer. Is that fair enough? كلمة bet يعني يراهن. bet يراهن بفلوس مثلا أو حاجة. يعني مثلا هنا البنت هتسأل روس وهتقول له What do you bet? What do you bet? ماذا تراهن؟ هتراهن بإيه يعني؟ فهيقول لها
I bet $2. I bet $2. أراهن ب$2. اسمع كده. What do you bet? I bet $2. 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 bet ممكن استخدمها برضو بمعنى يراهن، ولكن مش يراهن بحاجة، يراهن بالكلام بس، يقول كده بس. زي ما بنقول بالعربي أراهنك إنه مش جاي النهاردة، أراهنك إنه كان تعبان وعاوز يمشي. حتى بص البنت اللي هنسمعها دلوقتي هتقول إيه؟ I bet you're tired from a long flight. I bet you're tired. أراهن إنك تعبان، أكيد أنت تعبان. From a long flight، من رحلة طيران طويلة. هي نطقتها I bet you're tired. I bet you're tired. ال T كهمزة تقدر برضو تقولها I bet you're tired. قلنا قبل كده إن T لما بيجي وراها Y بنطقها يا إما همزة bet you're tired، أو تقدر تعمل صوت الشا bet you're tired. اسمعها كده. I bet you're tired from a long flight. 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 حلو، يبقى اقدر استخدم bet بمعنى يراهن بفلوس او حاجة، وممكن برضه استخدمها بمعنى يراهن على حاجة بالكلام او يأكد على حاجة بالكلام. زي ما البنت اللي فاتت قالت I bet you're tired from a long flight، يعني اراهن انك تعبان من رحلة طيران طويلة، اكيد انت تعبان. طيب I bet you what دي برضه بستخدمها للتأكيد على الكلام بمعنى أأكد لك، نستخدمها عشان نفهم المعنى اكتر. ممكن نقول I bet you what I can fix this in 5 minutes. fix يعني يصلح. I bet you what I can fix this in 5 minutes، يعني أأكد لك أنا أقدر أصلح ده في 5 دقايق. I bet you what I can fix this in 5 minutes. حلو كده، يبقى I bet you what معناها أأكد لك. جميل. طيب يعني إيه بقى fair enough؟ fair enough ده تعبير غير رسمي بستخدمه بمعنى منطقي أو معقول. يعني مثلا ممكن أقول لك Her plan seems fair enough to me. Her plan seems fair enough to me. Her plan seems خطتها تبدو fair enough to me منطقية بالنسبة لي. Her plan seems fair enough to me يعني خطتها تبدو منطقية بالنسبة لي. تعال نتأكد من الأفلام كده. I think it's fair enough to say that no one likes you. I think it's fair enough to say that no one likes you. I think it's fair enough to say that no one likes you. Fair enough, but I need my money. 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 Right, fair enough. Right, fair enough. Right, fair enough. Right, fair enough. يبقى كان بيقول له أنا من النوع لو سألتني سؤال وأنا معرفش الإجابة أنا هقول لك إني معرفش الإجابة. But I bet you what. ولكن أأكد لك I know how to find the answer. I know how to find the answer. أنا أعرف كيف أجد الإجابة. And I will find the answer. بيأكد على الكلام إزاي؟ وسوف أجد الإجابة. Is that fair enough? Is that fair enough؟ هل ده منطقي؟ هل كلامي ده منطقي بالنسبة لكم؟ هو بيقول لهم كده ليه أصلا؟ هو بيحاول يثبت إنه يقدر يلاقي إجابة لأي سؤال حتى لو ما يعرفش إجابة السؤال ده. بيقول كل ده ليه يعني؟ عشان يا صديقي هو هيشتغل شغلانة عبارة عن كلام. هو هيشتغل في شركة وساطة للأوراق المالية أو الأسهم، شركة سمسرة في سوق الأسهم. الشركة دي بالإنجليزي اسمها a stock brokerage firm. a stock brokerage firm. firm يعني شركة. brokerage يعني وساطة. brokerage. stock يعني سهم. a stock brokerage firm يعني شركة وساطة للأوراق المالية أو الأسهم. بتعمل إيه الشركة دي يعني؟ الشركة دي بتساعد الناس يشتروا ويبيعوا الأسهم في البورصة، لأنك ما تقدرش تروح بنفسك تشتري أو تبيع في البورصة على طول كده، لازم يكون عندك وسيط مرخص، وده هو دور شركة الوساطة. بيعمل كوسيط بينك وبين البورصة، بيخليك يعني تقدر تشتري أو تبيع أسهم في شركة معينة، وبتاخد على الوساطة دي عمولة من كل عملية بيع أو شراء أسهم. هي دي شغلها، هي دي وظيفة شركة الوساطة في الأسهم. a stock brokerage firm. شركة وساطة مالية. طيب صديقنا كريس هيشتغل ايه برضه في الشركة؟ انا مش فاهم. هيشتغل a stock broker يعني سمسار أسهم.
سمسار الأسهم هو الشخص اللي بيساعدك كشخص مستثمر إنك تشتري أو تبيع أسهم في شركة معينة مقابل عمولة، اسمه سمسار أسهم a stock broker. فأهم حاجة أو أهم ميزة عند الراجل ده أو الشخص اللي بيشتغل سمسار أسهم هو إنه يكون بيعرف يتكلم، بيعرف يلاقي أجوبة للأسئلة اللي المستثمر بيسألها له. فعشان كده كريس بيقول له أنا أعرف ألاقي إجابة لأي سؤال حتى لو معرفوش. طيب تعالى بقى نحطهم في مثال عشان ما ننساهمش. ممكن نقول He works as a stockbroker at a big stock brokerage firm in New York. He works as a stockbroker at a big stock brokerage firm in New York. يعني هو يعمل كسمسار أسهم في شركة وساطة أسهم كبيرة في نيويورك. الجملة دي تمام وما فيهاش حاجة، ولكن لو واحد أمريكي مش هيقولها كده، مش هيكرر كلمة stock أكتر من مرة كده. مادام قلنا a stockbroker سمسار أسهم مش شرط نقول stock brokerage firm، هنكتفي ب brokerage firm شركة وساطة مادام السياق مفهوم إنها شركة وساطة للأسهم. ما أنا قلت في الأول سمسار أسهم a stock broker. حتى إحنا في العربي ما بنكررش الكلمة أكتر من مرة مادام السياق مفهوم. يعني حتى لو قلت لك بالعربي هو يعمل كسمسار أسهم في شركة وساطة أسهم كبيرة في نيويورك، تحس إن كلمة أسهم اتكررت كتير. فلو واحد أمريكي هيختصرها ويقولها كده He works as a stockbroker at a big brokerage firm in New York. يعني هو يعمل كسمسار أسهم في شركة وساطة كبيرة في نيويورك. مش محتاج أقول شركة وساطة للأسهم بقى، مش مستاهلة. تمام، نقولها بقى بالراحة. He works as a stockbroker at a big brokerage firm in New York. But I bet you what? I know how to find the answer, and I will find the answer. Is that fair enough? طيب تعال نكمل. Chris, what would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on? And I hired him. What would you say? Chris, what would you say? would هنا معناها كنت سوف، الماضي بتاع will سوف. What would you say? ماذا كنت سوف تقول؟ ماذا كنت ستقول؟ كنت هتقول ايه؟ What would you say? في ناس كتير كلمة would دي خنقاهم في عيشتهم لأنها ليها أكتر من معنى واستخدام، ولكن لو عرفنا الاستخدامات المختلفة دي إن شاء الله مش هنتلخبط فيها. لو حابين نعمل حلقة لوحدها لكلمة would دي يا ريت توصلوا الفيديو ده ل 500 لايك عشان أعرف إن في ناس مهتمة تعرف المعاني والاستخدامات المختلفة لكلمة would. طيب walked in الماضي بتاع walk in يعني يدخل ماشيا، يدخل على رجليه يعني. طيب ايه الفرق بينها وبين walk into؟ ما الاتنين معناهم يدخل ماشيا. الفكرة اني لما استخدم walk in مش شرط اقول المكان اللي دخلت فيه، زي الجملة دي مثلا he just walked in يعني هو للتو دخل. هل قلت لك المكان اللي دخل فيه؟ لا. يعني مثلا لو قلت لك نفس الجملة دي ولكن شلت in وقلت into، هنا لازم اقول لك into ايه بالظبط؟ المكان اللي هو دخله. He just walked into the room هو للتو دخل الغرفة. ما ينفعش اقول he just walked into واسكت كده، ما ينفعش اقول into واسكت، لازم اقول into ايه بقى؟ into الغرفة، into المحل، into المكتب. وصلت؟ هو ده الفرق بين walk in و walk into. تعالى نتأكد من الأفلام زي ما متعودين. The door is open so I just walked in. The door is open so I just walked in. The door is open so I just walked in. I don't remember where I was coming from when I walked into my building. I don't remember where I was coming from when I walked into my building. I don't remember where I was coming from when I walked into my building. I don't remember where I was coming from when I walked into my building. hired الماضي بتاع hire يعني يوظف أو يشغل حد مثلا. فهو هنا بيقول له Chris, what would you say? يا Chris, ماذا كنت ستقول if a guy walked in for an interview؟ لو راجل دخل لمقابلة شخصية without a shirt on بدون قميص عليه، مش لابس قميص يعني. and I hired him وأنا وظفته. what would you say؟ ماذا كنت سوف تقول؟ كنت هتقول ايه لو راجل دخل يعمل interview مش لابس قميص؟ Chris, what would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on? And I hired him. What would you say? المتوقع هنا ان كريس يقول له اكيد الراجل اللي عينه ده مدير مش كويس، ولكن بص بقى ذكاء كريس هيقول له ايه؟ He must have had on some really nice pants.
جميل قوي. هنا هنتعلم حاجة بسيطة خالص بدون ما نعقد نفسنا من القواعد. must اللي هو قالها دي اختصار لي must have. بدون ما نخش في القواعد، انت في كلامك العربي مش دايما بتقول كلمة لابد انها عملت كذا، لابد ان هو نسي كذا، لابد انك شفت كذا. لابد دي يا شباب هي must. على فكرة ممكن ننطقها must have او must زي ما هو نطقها واغلب الامريكان بينطقوها. طيب ازاي بقى نستخدمها؟ بالراحة خالص وما تعقدش نفسك. دلوقتي انا عاوز استخدم كلمة لابد. عاوز اقول مثلا لابد ان هو نسى مفاتيحه. لابد ان هو هنقول he must او he must have، بس خلينا زي كريس he must نسى. احنا عارفين ان ينسى يعني forget. قلنا قبل كده ان اي فعل في الانجليزي ليه 3 اشكال، 1 مضارع و2 ماضي. ينسى، نسى. forget، forgot، forgotten. طيب انا عاوز اقول بقى لابد ان هو نسى. اختار انهي نسى في دول، forgot ولا forgotten؟ قالك هتستخدم رقم 3 forgotten. ليه؟ لان must بتحبها. انت شويكها يا عم، هي بتحب رقم 3 في شكل اي فعل. اي فعل بيكون له 3 اشكال، هي بتحب رقم 3. لما تقول must او must have لازم تقول بعدها الشكل الثالث من الفعل. فهقول he must have forgotten his keys. he must have forgotten his keys يعني لابد ان هو نسى مفاتيحه. he must have forgotten his keys. طيب تعال اختبرك وهجيب لك شخص امريكي هو اللي يصحح لك. اوعى تكسفونا قدام الاجانب. دلوقتي الممثل ده عاوز يقول لابد ان شخصا ما رآها. شخصا ما يعني someone، هو هيقول someone. ويرى بالانجليزي يعني see. وقلنا ان اي فعل ليه 3 اشكال، يرى، رأى. see، saw، seen. يا ترى الممثل هنا هيقول someone must have saw her ولا هيقول someone must have seen her؟ وقف الفيديو دلوقتي واكتب اجابتك في التعليقات قبل ما نسمعه هيقولها ازاي. Someone must have seen her. 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 طبعا لازم تكون someone must have seen her. لابد ان شخص ما رآها. ليه قلنا seen مش saw مع ان الاتنين معناهم رأى؟ لان must بتحب الشكل الثالث لاي فعل. جميل. طيب الممثل ده هيقول لابد ان هو فاز. win معناها يفوز، فاز. win، won. ايه ده، الاتنين دول شبه بعض. won. ايوه هما توأم، ملناش دعوة. المهم هنختار انهي واحدة فيهم. هل عندك القدرة انك تقول الجملة دي بالانجليزي؟ لابد ان هو فاز. وقف الفيديو وقولها بصوت عالي قبل ما نسمع الممثل. وقف من عندك وانا هشغل المقطع. He must have won. 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 لابد ان هو فاز. He must have won. جميل. تعالوا برضو نحطها في مثال من عندنا كده عشان ما ننساش المعنى. ممكن نقول مثلا You must have met him before. You must have met him before. You must have met him before. meet يقابل، met قابل، قابل. أخذنا رقم 3 وقلنا You must have met him before. لابد إنك قابلته من قبل. You must have met him before. حلو كده؟ طيب had on الماضي بتاع have on، ودي بتساوي wear يرتدي أو يلبس. الفكرة إن have on غير رسمية أكتر. الأمريكان بيستخدموها كتير في كلامهم اليومي. وخلي بالك برضو ممكن نسمعهم بيقولوا مثلا I have on a t-shirt أو I have a t-shirt on. ممكن تبقى have on أو have الحاجة اللي أنا لابسها on. الاتنين معناهم أنا لابس t-shirt. تعال نتأكد من الأفلام كده. I have on a skirt. I have on a skirt. I have on a skirt. I don't have on my glasses. 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 You should have your shirt on. 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 Why do you have your shoes on in bed? Why do you have your shoes on in bed? Why do you have your shoes on in bed? إذن كريس رد على السؤال. كنت هتقول إيه لو وظفت واحد داخل يعمل انترفيو من غير ما يكون لابس قميص؟ كنت هتقول إيه؟ قال له he must have had on some really nice pants. لابد إن هو ارتدى بنطلون ما جميل جدا. لابد إن هو كان لابس بنطلون حلو قوي عشان كده عينته أو وظفته. طبعا رد عليه رد ذكي جدا. طيب اسمعها تاني كده. He must have had on some really nice pants. He must have had on some really nice pants. He must have had on some really nice pants.
طبعا كريس أبهرهم بالرد الذكي ده، وإنه فعلا جدير إنه يكون a stock broker سمسار أسهم. طيب قلت لك إن ده اسمه a down jacket، ولكن ما قلتلكش تفصيلة كده وحبيت أحطها في آخر الفيديو تشجيعا إنك تكمل الحلقة. طيب a down jacket هو الجاكيت المنفوخ اللي حضرتك شايفه ده، ولكن بيكون محشي بالريش الصغير الناعم بتاع الوز والبط، لأن أصلا كلمة down من ضمن معانيها ريش صغير ناعم. الريش الصغير الناعم ده مش الكبير، الريش الصغير الناعم اسمه down. يبقى a down jacket معناها جاكيت منفوخ ولكن بريش صغير ناعم بتاع وز أو بط. الريش ده بيخليه خفيف وبيدفي. طيب هل كل الجواكت المنفوخة اسمها down jackets؟ لا، أي جاكيت منفوخ سواء محشي ريش أو أي حاجة تانية الأمريكان بيسموه a puffer jacket، a puffer jacket، أو a puffy jacket، a puffy jacket. الاتنين شغالين تمام كده؟ طيب المشهد كامل هتلاقيه في قناتنا على تيليجرام، رابط قناة التليجرام في الوصف تحت الفيديو. لو حابين نعمل حلقات أكتر من الفيلم ده يا ريت تقول لي في التعليقات. صلوا على النبي وأشوفك بإذن الله في الحلقة الجاية. السلام عليكم. Subscribe.